الله يبارك فيكم جميعا، وعقبال كل من تزوج، وعقبال اللي مش متزوج كمان يتزوج ويخلف إن شاء الله. لكن بدي أحكي معكم في موضوع عن اللي صار بلوكينج ليست، اللي هسه قاعد يطلع هون وهون وهون وهون. الموضوع ما فيه صراحة إشي بحزن، وفي نفس الوقت إشي يعني مش فاهمه. أنا صراحة مش فاهمه. مرة واحدة هجوم، مرة واحدة. أول إشي الهجوم كان على الأجانب، هذا اللي أنا بعرفه. أنا بحكي بس عن اللي بعرفه. اللي صار بالضبط عشان شو اسمها، قالة، هي الميتنج قالة هذه اللي صارت. فبما انه صارت عند الاجانب، هم اتوقع انه حسوا انه كل مشهور اجنبي، فيلا هجوم على الكل. هذا اللي صار بالضبط، هذا اللي انا بالنسبة لي. ففكرت فيها كثير صراحة، انه في كثير ناس من اصدقائي وناس من بعرفهم معارفي، وانا وزوجتي واكاونتنا ان جنرال كنا ننزل كثير احنا. مش انه قطعنا، لا، بننزل يعني مرة مرة لا، مرة مرة لا. مش لانه يعني لازم ننزل، هذا مش اشي زي هيك. اذا بنضل ننزل اول باول اول باول يعني. اول اشي الاكونت مش اخبار، تمام. ثاني اشي احنا مشاعرنا اللي بتتحكم فينا، وليس الناس اللي بيتحكموا فينا. انا اذا شفت فيديو كثير اثر فيني بنزله، لكن صرت اشوف كثير اخبار جديدة 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 اول باول اول باول. ما صار يخطر على بالي انه لازم انزل هذا الفيديو، لازم اسوي هذا الفيديو. لا، صرت اتابع الاخبار، صرت اتناقش مع اصحابي، صرت اتناقش مع اهلي، صرت ازعل مع حالي عن اللي قاعد يصير. انا فلسطيني بالاخر، واللي بيصير على اهلي هناك بيصير علي بالضبط. وعشان هيك كثير صرت يعني اقلل استخدام الانستغرام، السناب شات، التيك توك. كثير صار استخدامي اقل من هيك، لانه متضايق من الداخل صراحة. ولما بدي انشر فيديوهات، صح انه بصير تفاعل مع الناس، صح انه بزيد مساعدات للناس، انه بتوصل شو هي فلسطين، شو قاعد يصير بفلسطين. لكن اللي بدي احكيه، وفي ناس كثير ما بتعرف شو صار معنا نحن. نحن صار علينا ببداية الحرب هجوم من الحكومة الألمانية، بما أنه نورا هي ألمانية، وهو ألمانيا هي ضد إشي اسمه فلسطين. صار علينا هجوم قوي جدا، لدرجة انه هددونا بالقتل. هذا اول شيء. وثاني اشي اللي صار الهجوم، انه يحكوا انا ارهابي وزوجتي ارهابية ونحن بندفع لمش عارف مين. يعني حكي صار كثير حكي. فهذا الاشي خلانا شوية نهدى، لانه كمان نحن عايشين بحياة مختلفة عن بعض الناس. يعني بديش احكي كيف هي بالضبط، لانه اشي بيأثر علينا. فاللي خلانا نهدى هذا هو، وفتحوا اكونتات ضدنا بألمانيا، وراسلتنا حكومة ألمانية بدهم يجوا، يعني قضية، فتحوا عليهم قضية لهالدرجة. وإعلام الألماني كمان بلش يحكي عنا، وصاروا بدهم يسووا لنا انترفيو معاهم، إنه ليش أنتم بتدافعوا عن فلسطين. فصار أشياء كثير كثير في ناس ما بتعرف عنها. وبالآخر صار يوصلنا صور عن بيت أهل نورا، إنه هذا بيت أهلك ونحن حنحرقه. يعني what the fuck. ومع ذلك مش انه احنا سكتنا وقعدنا وهدينا وبطلنا ننزل، لا. مع ذلك حكيت لنورا، بما انه عندها صوت هي وبتقدر يعني صوت، قصدي صوت حلو، وبتقدر نوصل رسالة بالأغاني، خليتها تغني أغنية. هذا أول شيء. وبعديها صرت أثقف بما انه نحن الانستغرام تبعنا كثير انجلش، والكوميونتي تبعتنا فيها كثير من الانجلش. قلت ليش ما نثقف الناس؟ مش اصير انزل فيديوهات عن الحرب والناس بتموت وهيك. ليش ما اثقف الناس اللي مش فاهمه شو هي فلسطين وشو هي اسرائيل، ومتى صارت فلسطين ومتى صارت اسرائيل، عشان يعرفوا انه مين مالك الارض. وحكيت معهم بالتاريخ. وفي بالانستغرام انا حاط علم فلسطين، هذا اذا بتعسوا بالهايلايت بحكي لك عن التاريخ كلياته. والى اليوم، يعني قبل ما يصير بلوكينج ليست، الى هذا اليوم، وهم بيبعثوا لي وبيسالوني. في ناس كثير، يعني الحمد لله، في ناس كثير استجابت للموضوع، وصارت تسالني اسئله عن التاريخ، وتسالني ليش اجوا، ليش ما اجوش، ليش ما راحوا بلد ثاني. يعني حكيت، دخلت بالدين ودخلت بالتاريخ. في ناس كانوا مع بديش احكي من البلد كانوا معه، صاروا مع فلسطين. ففي مهاجمين علينا الآن بحسهم ما عندهم قصة وما عندهم إشي يسووه.
فبقول لك ليش ما انا اسوي له بلوك هذا، ليش ما ادخله في المشاكل اللي قاعده تصير. لا يا حبيبي غلط هيك، انت بتأذي حالك، لانه نحن عرب زينا زي بعض. نحن ما بنقدر نضلنا نحكي لك فلسطين فلسطين فلسطين. لا انا حاط هايلايت وانا بنزل، مش اول باول اكيد، بس بنزل. مش انك تحطني مع الناس اللي ما بننزل ابدا ابدا ابدا. اذا انا ما بنزل ابدا ابدا انا موافق انك تحطني بالبلوك ليست، بس انا بنزل، انا بحكي. اللي بيزعل اكثر من هيك صراحه الناس اللي بتقول بلوك بلوك بلوك، بتحط على الكومنتس بلوكس. يا اخي سوي لي بلوك، بس ليش تسب؟ سوي لي بلوك، لا بس لا تغلط، لا تحكي عن العرض، لا تحكي عن الشرف، غلط جدا غلط. انت هيك بتفرجيني انه انت حافظ ومش فاهم، انت بس حافظ. يعني بتسب علي بعدين بتسوي لي بلوك. لا سوي لي بلوك الافضل، بدون ما تكتب لي بلوك اصلا سوي لي بلوك عادي، خذ راحتك حبيبي، لانك انت مش فاهم شو قاعد يصير. انت حافظ مش فاهم. انت قالوا لك يلا نسوي لكل المشاهير بلوك، صار عندك بالنسبه لك في مخك مشهور بلوك. مش هذا المشهور معروف بيسوي اشياء زي هيك، بيسوي زي هيك، ساعد، عمل بلا 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 بلا. ما انت ما بتعرف تاريخنا، ما بتعرف تاريخ كل واحد مشهور، ما بتعرف. اجاني كومنت هسه قرأته بس انجلش هو. So I'm not gonna post it here what you just said, but I just want to make sure that you don't compare people with others. Sorry. Don't compare us with other people, because what we're doing exactly is different than the others. What they are doing, let them do whatever they like. It's not my problem. So don't bring their problems to me. Don't mix it up. Mixing it up, that's the main thing. That's why I came to talk with you guys. والشيء صراحة اللي بضايقني كثير صراحة انه بيحكوا اعملوا اشياءكم بالكتمان، سووا اشياءكم بدون ما تخبروا حد. لكن في مرات بحس انه لازم احكي عن اللي سويته عشان الناس تفهم انه يا شعب، يا ناس، يا people everyone else. في ناس انها توفت تمام، وفي ناس طلبوا مني وساعدت. يعني قصة صغيرة بس اقول لكم اياها. في ناس بنعرفهم كانوا يصرفوا عليهم اهلهم هون عايشين في الامارات، بدرسوا في الامارات، بطل يوصلهم فلوس. نحن ساعدناهم من الصفر ل100 والى الان ولا احد بيعرف، ما حدا ولا حد بيعرف. بس هذا الشيء صغير، انه حتى لو نزلت على الانستغرام ولا ما نزلت على الانستغرام، نزلت على التيك توك ولا ما نزلت على التيك توك، it's not something غير انك انت تساعد بايدك، تعطي بايدك كمان. تختلف المساعدة، بتختلف، مش كل المساعدة هان. احنا عندنا صوت، نعم نحن عندنا صوت، والى الان نحن صوتنا طالع. اللي قاعدين نسويه في الانستغرام تبعنا الى الان في ناس بتسأل، بتحكي، بتبعث الى اليوم، ونحن بنجاوب. مثل ما قلت لكم روحوا على الهايلايت تبع الاكونت تبعنا وبتعرف شو هو، بتعرف كل التفاصيل اللي كاتبينه.